صباح الفل يا مدير. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا هندسة؟ ازي حضرتك؟ طبعا يعني ايه مشكلة المواصلات، انا عارف ان حضرتك ما سكتش عن الموضوع ده وبتشوف حلول سريعة ونازل بنفسك الساعة 7 الصبح وقبل 7. يعني احنا دلوقتي بالصدفة قابلناك 7 الصبح اهو وانا نازل الشغل. ودلوقتي ممكن نسمع كلمة حضرتك بس يا باشمهندس بالنسبة للأزمة دي. هو معلش يعني احنا مش عايزين نقول ازمه لانه اصلا ما حصلتش الازمه، الحمد لله. الحمد لله. احنا مجرد بس البوست اللي نزل وتشير للناس كلها ان احنا في تقديم خدمات. لا، احنا خدمات المدينه متاحه واحنا هنعمل خدمات المدينه على طول، يعني معاكم قلبا وقالبا، واحنا ما بنقصرش في حاجه. الجهاز اصلا موجود عشان خاطر لتقديم خدمات في المدينه. فلا، احنا في يوم ما فيش حد فينا هيأثر في اي لحظه واحده انه يعني عن تقصير الخدمات او قله الخدمات في المدينه. احنا بنشتغل كلنا والله العظيم بمجهود كامل ان احنا نوفر كامل الخدمات في المدينه، سواء مواصلات سواء كل الخدمات اللي موجوده في المدينه، وان شاء الله المدينه تبقى احلى بيكم انتم. مش عايزين بس نسير ان احنا في ازمه عندنا، لا للاسف لا، يعني الحمد لله ما فيش اي ازمه. العربيات حضراتكم شايفين التقاطر السريع على طول، شغال العربيات ما فيش اصلا، العربيات مش لاقيه. يعني لو حضرتك شايف الميكروباص ورانا اهو راكنين عشان مش لاقيين ناس، مش لاقيين ركاب يعني يركبوا معاهم. أيوة. فالحمد لله، وشايف حضرتك شغاله في كل الخطوط، بدر شغال، رمسيس شغال في كل الاماكن الحمد لله، وما فيش حد بيقف دقيقه واحده يستنى عربيه. الحمد لله. وان شاء الله قريب باذن الله هتلاقوا اخبار حلوه باذن الله بخصوص ملف المواصلات كامل ان شاء الله يا باشمهندس. الحمد لله يعني ان حضرتك موجود معانا والحلول السريعه موجوده برضه يا باشمهندس. انا مش عايز حضراتكم بس تقولوا انه في شركه معينه او لكم دعوه باي شركه، المفروض انه حضرتك بتتكلم كمواصله موجوده هتكون متوفره او خدمه. احنا يعني شغلتنا ان احنا نوفر الخدمه دي باي شكل، ما يكونش في مشاكل في تقديم الخدمه نفسها. فاحنا دي مهمتنا واحنا قائمين عليها ان شاء الله، ومش هيحصل اي تقصير في اي يوم باذن الله. تمام يا باشمهندس، متشكر جدا لحضرتك.